هل كل حالات المخ والأعصاب محتاجة جراحة؟ الإجابة أكيد طبعًا لأ. في حالات كتير إحنا ممكن نقدر نعالجها عن طريق القسطرة المخية، وده حل دقيق وآمن ومش محتاج إن إحنا نعمل جراحة. إمتى ممكن نلجأ للقسطرة المخية؟ أحب أسألك أنت، مين فينا ما فيش حد من معارفه أو أصحابه في وقت من الأوقات عانى من جلطة ونزيف في المخ؟ الصراحة القسطرة المخية ممكن يبقى ليها دور فعال جدًا في مساعدة أهالينا وقرايبنا ومعارفنا دول. الميزة الكبيرة في القسطرة إن هي مش محتاجة إجراء جراحة، مجرد إن إحنا بنستخدم قسطرة صغيرة بتخش عن طريق الشريان بتاع الفخذ أو شريان الإيد، وتحت إرشاد الإشعاع إحنا بنقدر نوصل بيها للشرايين أو الأوردة اللي إحنا حابين إن إحنا نصورها أو حابين إن إحنا نعالجها. القسطرة المخية ليها نوعين، النوع الأول هو القسطرة التشخيصية، ده اللي بيساعدنا إن إحنا نعمل تصوير دقيق لشرايين وأوردة المخ، ونحدد سبب ومكان المشكلة سواء كانت انسداد أو ضيق أو نزيف، اللي بناءً عليها بنحدد طريقة القسطرة العلاجية. فمثلا لو كان عندنا شريان منسدد ممكن ان احنا نسحب له الجلطه، لو كان عندنا شريان ضيق ممكن ان احنا نعمل له توسيع ببالونه او دعامه. كتير برضو من المرضى اللي عندهم اورام في المخ بتبقى الاورام دي ليها ترويه دمويه عاليه، والجراحين بيبقوا محتاجين ان احنا نقيم الاورام دي قبل ما يخشوا يستأصلوها جراحيا، لانها ممكن ان احنا لو حققنا الاورام دي بنساعدهم في الجراحه بعد كده. الوقت عامل مهم جدا في امراض المخ والاعصاب، ما تستناش الاعراض تزيد، لان الكشف بدري بيفرق كتير. احجز استشارتك في مستشفيات أندلسية.